النهارده ان شاء الله هنعمل غداء حلو قوي بسيط جدا وسهل، وهتاخدوا منه ان شاء الله افكار وتجربوه تقولوا لي رايكم فيه. هنعمل صينيه بطاطس سهله جدا، ما فيهاش اي افتكاسه جديده ولا حاجه. هقول لكم طريقتي فيها، تطلع زي ما انتم شايفين كده وطعمها رهيب. وهنعمل كمان وراك مخليه ومحشيه. مش هسميها حمام كداب لان انا خليها خالص، مش شايله فيها ولا عظم ولا حاجه، مش سايبه فيها ولا عظم يعني، فمش مدياني شكل الحمام الكداب. خلاص يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا انا هنا كان عندي في الفريزر وريك انا جايباها وغسلاها ومخليها زي الفل ومنشفاها من الميه، وبعد كده جبت بصلايه فرمتها وحطيت لها شويه فلفل اسود وشويه ملح، ورحت شايلها على كده. يعني انا ما بجيب الفراخ بشيلها بغسلها وبنضفها طبعا زي اي حد، وبتبلها كده تتبيله بسيطه كده واحطها في الفريزر، بحس ان انا اما بطلع الاكله بتكون كل حاجه جاهزه عندي. عشان يا جماعه الناس اللي بتختلف في التفريزات لا، انا بالنسبه لي التفريزات مهمه جدا جدا جدا، حتى لو حاجه بسيطه بتنفعني بصراحه. خلاص، خصوصا الناس اللي بتشتغل زي حالاتي كده، تيجي من شغلها يا دوبك اطلع مثلا كيس الصلصه كيس الخضار اي حاجه واعمله على طول، فبيسهل معايا كتير. بصوا بقى هنا زي ما بقول لكم، الوراك انا خليها خالص، او تخلي الراجل يخليها لك زي ما انت حابه، ما بخليش فيها عظم خالص. لو فيها اي جلد ما تشيلهوش لان هيساعدني في اللف، وبفردها كده. عايزه اقول لكم ان الوراك الملفوفه احسن من البانيه من الصدور. يعني الورك بيبقى اولا طعمه حلو جدا دسم، فيه لحم، غير الصدر بيكون ناشف شويه. يعني انا عملتها زي ما اكني بعمل الكوردون بلو كده. خلاص يعني لفتها وقلتها زي ما بعمل الكوردون بلو. خلاص بقى اي بصل زياده انا هشيله، مش محتاجاه خالص، انا تبلت فيها وخلاص. فاي بصل كده على الوش باين قدامي انا هشيله، مش محتاجاه. لو حابين في مره ان شاء الله اعمل لكم فيديو انا بجيب الفراخ ازاي وبقسمها ازاي وبتبلها وبشيلها ازاي، بحيث ان هي مثلا تقضيني اسبوعين او شهر، ما عنديش اي مشكله. انا بعمل كده يا جماعه. التفريزات مش زي ما الناس بتقول كتر فلوس، لا، انت كده كده بتجيبي اكل لبيتك وبتعمليه. فبدل ما هجيب كل يوم، لا، انا بجيب مثلا بالشهر او بالاسبوعين وبحط في الفريزر. بصوا بقى معايا هنا حله ومعايا فيها قطعه زبده، وحطي اي ماده دهنيه انت عايزاها، وهحط فيها بصلايه مفرومه او متقطعه صغير. معلش هنا الاضاءه ما كانتش حلوه. خلاص، وهبدا بقى اشوح البصلايه لغايه لما تصفر معايا. انا النهارده هحشي الوراك بتاعتي هحشيها رز بس مش اكتر. انا ما كانش عندي اي حاجه، يعني ما عنديش كبد وقوانص، ما عنديش حاجه. انا عملت الحاجه اللي هي موجوده عندي في البيت بصراحه. يعني قعدت ادور كده ايه اللي موجود عندي، لسه خارجين من عيد الناس لسه قافله، فطلعت الحاجه اللي موجوده عندي. وغسلت شويه رز، هي كوبايه واحده بس رز على قد الوراك اللي انا هعملها. فالرز على قد الوراك، انت بقى واسرتك انت وعدد الناس اللي جايلك، هي مش بتتحشي كتير. وهبدا اشوح الرز مع البصلايه مع حته الزبده او السمنه. خلاص، طيب حابه بقى انت تطعميها بتحطي كبد وقوانص، هتقطعي الكبد والقوانص صغير، يعني بعد ما تغسليها تقطعيها صغير وتشوحيها مع البصلايه الاول، وبعد كده تحطي الرز وتشوحيه. حطيت فلفل اسود وحطيت ملح، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. وهبدا بقى انزل عليه بالميه السخنه، واسويه 3/4 تسويه. 3/4 تسويه، مش نص تسويه ولا حاجه. تحطي خضار مع الرز، هتشوحي معاه خضار مشكل حلو قوي برده. حابه تحشيها لحمه مفرومه، احشيها لحمه مفرومه. يعني انا بديكي، هنا كان النور جه بقى، انا بديكي كذا طريقه. يعني رز كبد وقوانص، لحمه مفرومه معصجه، خضار مع الرز مشكل، كله حلو قوي. بصوا بقى هبدا افرد الورك بتاعي زي ما انتم شايفين كده، واحط الرز او الحشوه بتاعتي في النص، مش على الحرف، في النص، علشان تتلف معايا كويس وما تخرجش. وابدا اضغط عليها كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين. انا يا جماعه الوراك ما بتفكش معايا ابدا، ولا بعملها بخيط، ولا بلفها بالخله او بعصيان الشيش طاووق، ولا بالكلام ده كله خالص. زي ما بشوف انا بلفها من غير اي حاجه زي ما انتم شايفين كده، وما بتفكش معايا ابدا، وهتشوفوها معايا عامله ازاي. هنا بقى عشان كده بقولك لو انت في جلد زياده في الوراك ما تشيلهوش، لفي بيها يساعدك في اللف قوي. زي ما انتم شايفين اتلفت معايا بكل سهوله وما بتفكش ولا اي حاجه. بصوا بقى معايا هنا استريتش، وهبدا الف بيه. طيب ما فيش استريتش عندي، هعمل ايه؟ هتجيبي الاكياس اللي هي بتاعت السندوتشات العاديه وهتفتحيها علشان يعني مقاسها يبقى كبير، وهتحطي الورك فيها وتلف الكيس كويس قوي زي ما انا هلفه في الاستريتش بالظبط.
وتبرميه من الجنبين وتربطيه. يعني اللي انا هعمله دلوقتي في الاسترتش او البلاستيك راب هو اللي هتعمليه في الكياس البلاستيك لو انت ما عندكيش البلاستيك ده. بصوا شايفين اولا شكلها حلو، ما بتفكش مني ومش هتفك حتى بعد التسويه. وهبدا الف كويس واضغط عليها زي ما انتم شايفين. معلش هنا كان النور عمال يجي ويقطع يجي ويفصل، بس معلش يعني استحملوني اهو. انا مش مسرعه الفيديو ولا حاجه علشان ايه اقوله لكم بكل تفاصيله. بصوا بقى بعد هنا ما بلفه بروح عاملاه كده زي البونبونيه، يعني همسكه كده من الجنبين وهبدا الفه على الرخامه. ليه بعمل الحركه دي؟ اولا بتقفل معايا الوراك بتاعتي من الجنبين، وفي نفس الوقت انا بضغط باكد على اللفه بتاعتي، وبعدين بتديني بقى الشكل الحلو في الاخر لما بتتقلي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى اربط من الطرفين كده زي البونبونايه بالظبط اهو. عشان كده بقولك لو هتعملي في اكياس هتعملي بنفس الطريقه دي بس زي الفل معايا. استحاله بعد التسويه يفك منك، وهوريلكوا طبعا كل حاجه. خلاص بعد ما حطيته في البلاستيك بتاعي هروح جايبه بقى ورق فويل ومقفله عليه. مش غلط يا جماعه الفويل، ما تقلقوش طالما انا مش حاطه الاكل مباشره. يبقى غلط لو انا لفيت فيه، يبقى انا بعرضه للحراره وبعرضه للاكل مباشر، لا طبعا ده مش صحي نهائي. انما لو حطيتي ورق الفويل او ورق القصدير او ورق الالومنيا كلها كلها مسميات واحده يعني، تحتيها البلاستيك الراب او الورق الزبده، ما تقلقيش ما تخافيش يعني. انما ما تحطوش مباشره. هعمل بقى هنا كلها زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقه. بتعملوا بصدور الفراخ بس فما بتعجبنيش قوي زي الوراك بصراحه، كطعم مش بتعجبني قوي زي الوراك. فجربوا تعملوها كده هتبقى حلوه قوي. هي شبه طبعا الحمام الكداب انا عارفه، بس الحمام الكداب بقى بنسيب بقى العظميه بتاعه الورك الاخرانيه عشان تديني شكل الحماميه. وعملتها لكم قبل كده بطريقتين، والطريقتين كانوا من بعض. اللي حابب يشوفها ارجعوا للفيديوهات وهتلاقوا طريقتين للحمام الكداب حلو قوي. انما دي بقى تسموها بقى حمام كداب، تسموها وراك ملفوفه، وراك محشيه، بصوا سموها بقى زي ما انتوا عايزين. بس كده. وهلفها كلها وهعمل الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده بقى انا عندي حله على النار، والحله دي فيها ميه عشان انا هنزلهم على ميه سخنه بتغلي زي ما الفراخ عادي بسلق اي حاجه، بس مش هستخدم ميتها هرميها بقى. معايا هنا صينيه بطاطس في السريع كده، صينيه فيها بصلايه، فلفل رومي، فلفل حامي اختياري، طماطميه متقطعه، وهبدا احط التوابل بتاعتي اللي هي ايه بقى التوابل اللي انت بتحبيها، حط اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبره، بهارات مشكله او بهارات لحمه او بهارات فراخ، اللي يعجبك اللي عندك يعني. البهارات دي زي ما انت عايزه. وهبدا بقى ادعك الكلام الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وشمي بقى احلى ريحه، احلى صينيه بطاطس والله العظيم، واسهل صينيه بطاطس. وادي البطاطس غسلاها ومقطعاها زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى اهو هقلبها كده في التتبيله الحلوه دي. عايزه اقول لكم سهله جدا وفي نفس الوقت طعمه قوي قوي اهو. يلا هبدا بقى معايا شفشق طماطم هنا، واروح نازله ايه عليه كده واحط طبعا الماده الدهنيه بتاعتي. حابه تحط شويه زيت، انا بالنسبه لي احط كده ايه معلقه من السمنه البلدي طعمها لي شويه، لان انا مش حاطه فيها ولا فراخ ولا لحمه، فعايزه طعمها شويه بس. وشكرا على كده. وهحطها على البوتاجاز من فوق تغلي غلوتين، ولما تستوي وتخش في السوا هدخلها على الفرن على طول. هنا الوراك بتاعتي كانت استوت، الميه يا جماعه رميتها مش بستخدمها. بصوا هنا ورق الفويل لونه بيغير ازاي اول ما بيتعرض للحراره، بس الجزء اللي فوق بس، انما اللي جوه زي ما انتم شايفين لونه زي ما هو. خلاص بقى هبدا افك وارميه. وهنا يا دوبك بس بقطع اول عقده، وبعد كده طبعا سخن مولع يعني سخن جدا. حابه بقى تستني لما يبرد استني، انا بالنسبه لي عشان التصوير فما فيش وقت ان انا استنى يعني. يا دوبك بشيل بس بقص اول عقده، وبعد كده ايه بسحب من الطرف التاني بتنزل معايا على طول. بصوا يا جماعه ما بتفكش ازاي، هي خلاص مسكت على كده تمام قوي كده حلو قوي.
زي ما قلت لكم الميه بتاعتها برميها مش بستخدمها، عشان طبعا ورق الفويل اللي كان محطوط عليها. يلا معايا هنا شويه حليب كده او يعني شويه لبن، ومعايا هنا بضايه واحده بس، ورشه فلفل اسود، وبدات اقلبهم. ومعايا في الطبق التاني شويه دقيق على فيجيتار، وبحطهم على بعض. على فكره مش بحط ده لوحده وده لوحده، هي النتيجه، ومش كتر مواعين ولا الكلام ده كله. يعني اعملي زي ما بعمل كده. والله يا جماعه هي النتيجه. انا جربت كل حاجه، جربت اخلي الدقيق لوحده والبقسماط لوحده او الفيجيتار لوحده، هي. فيعني ما تسهلوا على نفسكم يعني. يلا احط بس في البيض هنا، وبعد كده احط في الفيجيتار، وادي لها كمان طبقه تانية علشان تبقى ماسكه وتبقى شكلها حلو كده. وخلاص على كده، وبقليها بالطريقه العاديه خالص في شويه زيت على النار. حابه تدهنيها من فوق صلصه وتدخليها الفرن تاخد وش، براحتك مفيش مشكله، اعمليها برضو بتبقى جميله قوي. بس انا بالنسبه لي لا، النهارده انا حابه اقليها بصراحه. بس هي عادي ممكن تخش الفرن بعد ما تشيل الورق منها، تدهنيها بشويه صلصه كده، شويه زعتر، شويه فلفل اسود، وتدهنيها وتحطيها في صينيه وتدخليها في الفرن، بتبقى برضو زي الفل. وعلى فكرة ممكن تدخليها التلاجة لتاني يوم في أي مرحلة انت حباها، بعد السلق وقبل السلق وبعد ما تغلفيها كده، وتدخليها التلاجة، وتاني يوم تقليها. مثلا لو عايزة تعمليها من بالليل أو تجهزيها من بالليل، لو انت عندك عزومة مفيش مشكلة، ممكن تحطيها في التلاجة في أي مرحلة. خلاص ادي الكمية كلها. يلا هبدأ بقى اقليها بالطريقة العادية، أكني بقلي بانيه بالظبط. وخلاص على كده. عايزه اقول لكم كان غدا سهل جدا وسريع، والحاجه طول ما هي موجوده عندك بصراحه بتريحك قوي قوي قوي. اهو عملت طبعا شويه رز بالشعريه، ما حبيتش اطول معاكم الفيديو اكتر من كده. رز بالشعريه يعني سهل وبسيط. يلا بقى لغايه دلوقتي ما حطيتوش، حطوا اللايك، والاول مره يشوف القناه على علامه الجرس علشان اي اشعار انزله يوصل لكم على طول. هفتحه لكم هنا، طبعا هو لسه سخن، هقطعه لكم وتشوفوها كمان جوه. بص بقى، ممكن بصوا شايفين الرز مستوي وهي مستويه وزي الفل معايا، وطعمها فظيع يا جماعه بجد والله العظيم. تجربوها. حابه بقى تقطعيها شرايح كده وتحطيها مثلا بشكل حلو حوالين الطبق بتاعك، اعمليها. بس استني لما يبرد. يعني انا هنا كان الرز مولع وهي كانت سخنه جدا، فاستني بس عليها تهدى شويه، وبعد كده قطعيها كده شرايح ولفيها حوالين الرز بتاعك، هيبقى شكلها حلو بقى لو ما عندك عزومه كده حوالين الطبق بتاعك، فبيبقى شكلها حلو. فانت بقى اعملي ايه التزيين بقى اللي انت عايزاه. خلاص انا النهارده ما افتكستش كتير ولا حاجه، ما حطيتش اي تزيين في الطبق، هو زي ما انتم شايفين كل واحد وطبقه.